الهدف الأول، لكن هذه فرصة الآن، تسديدة تأتي، الله، جول يأتي الآن، نعم، لمصلحة لايبزيج. وأعتقد نعم النيران الصديقة هي من تدخلت ليسجل لايبزيج أول أهداف اللقاء. مارسيل زابسر سدد في دفاعات اسطنبول بشكل شهير وأتى الهدف الأول. شوف الكرة الماضية، هل هناك تسلل مثلا على كرة يتوغل داخل منطقة الجزاء ويأتي الهدف الثاني؟ نعم 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 نعم، يسجل الهدف الثاني. الظهير الأيمن الفرنسي ميكولي يسجل ثاني أهداف لايبزيج في توقيت مثالي للغاية بعد كرة انطلقت عن طريق السويدي إيميل فيوتشيبري، يقود كرة بامتياز تتحول في غفلة في وقوف تام من دفاعات اسطنبول باشا. ضيعت كرة تلعب أرضية بصورة ممتازة للغاية، الله، يا سلام يا سلام، هدف غاية في الروعة، غاية في الجمال. ماذا فعل إيدنفيتش على مستوى الركنية في الأسيس على قوس ال18؟ الأمامية لأولمو، أولمو خطير، أولمو خطير، أولمو خطير، أولمو يسجل ثالث أهداف لايبزيج. نعم، يأتي الآن، يظهر الأسباني الذي تحدثنا بأنه لم يكن حاضرا، لم يكن متواجدا، لكن ثقة هذا الرجل نيجلسمان بوجوده في أرض اليمنى. محاولة خطيرة لتخليص النتيجة، الله، مرة أخرى لا يعرف للايبزيج سوى عرفان جان جهفجي، هو الذي يسجل في مرمى لايبزيج ثاني الأهداف. من سيسدد؟ إرفان، يا الله، ماذا لديك في قدمك يا بني؟ ماذا لديك في قدمك يا باشا يا آغا في الكرة الماضية؟ انظر، هذا يوسف بولسن، هذا ألكسندر، هذه المرة، الله، أي جنون يأتينا من خلال هذه المباراة. لايبزيج يعود مرة أخرى لقلب الطاولة، من اصطدت به الكرة في وجهه واصطدت لم تأتي بأي جديد حتى الآن. هنا محاولة، الله، وأخيرا يأتي الهدف وتأتي الفرحة لمدرجات فريق كراس نودر. ماركوس بيرغ لامبار والاحتياطيين يحبوا يثبتوا امكانياتهم، وهنا الهدف الاول ممتازه جدا، 1-0 الفرنسي القناص جيرو. كما ذكرت لكم واسلفت الذكر من لحظات انه تشيلسي بالاحتياطيين قادر على الانتصار، لانه في رغبه كبيره، في حافز، في هكذا وضعيات وفي هكذا مباريات لما تكون الفرقه متاهله هو الفريق ضامن العبور، فانه ممكن الاحتياطيين يعطي كمجهود اكثر من الاساسيين، لانه يحب يثبت هو برشا فرصة. والهدف الثاني، الهدف الثاني من جيرو، الهدف الثاني من جيرو، وتشيلسي يكسر العقدة الإسبانية في آخر 10 مباريات، انتصار وحيد، شكله اليوم انتصار للبلوز، وأول خسارة قد تكون من 2017 لإشبيليا أمام الإنجليز. هكذا هي بلغة الأرقام الثنائية الرائعة لأوليفييه جيرو. كرة ممتازة من جورجينو، شاركين معاه في المباريات الرسمية. هنا بالراس والهدف الثالث، هاتريك أوليفييه جيرو، هاتريك أوليفييه جيرو نجم المباراة. فرانك لامبارد يصفق على الفرنسي الرائع. أي مباراة من جيرو، مباراة كاملة الأوصاف من أوليفييه جيرو. 3-0 من الفرنسي، هاتريك تاريخي لجيرو في دوري الأبطال. هنا مبابي
تفكر ولا تحتار. هو هنا باص ثانية جول، والثانية جول عن طريق الراشفورد. الراشفورد يغالب دانيلو بيريرا ويسجل هدف التعادل بالنيران الصديقة. دانيلو بيريرا البرتغالي وتسديدة خطيرة جول، خطيرة جول. ماركينيوس يضيف ثاني الأهداف في نادي باريس سان جيرمان. مشاهدينا الكرام في حدود الدقيقة 69 نيمار في الصناعة، نيمار في التمريرة. إلى ديمبلي، إلى ألبا، إلى عرضية، إلى محاولة. عندما يتوهج الفرنسي فإن عبق يسمح لبرشلونة بالتقدم والوصول المتكرر. كرة عرضية، يظهر الأسطورة الأخرى خلال الفترة الأخيرة للبارسا ويسجل الهدف الثاني. بريثويت يضع الكرة في المرمى ليؤكد فعليا بأنه يجل في مرمى يوفي، يبحث عن الثالث يسجله. ديمبلي عثمان، ومن علامة الجزاء يضع كرة في مرمى القائد ديبوس ويسجل ثالث أهداف البارسا وثالث أهدافه الشخصية. عثمان خطيرة رويس جيلو قرية با لعبة رائعة. رافائيل غيريرو هو الذي كان خلف الكرة عند الانطلاق، وهو الذي وصل أمام المرمى وعند التسجيل وافتح مجال التسجيل. دخلوا بالعافية من الوسط، لم يجدوا الممرين فدخلوا من العمق بالاستعانة به. يتقدم ويسدد إيموبيلي، جول. تشيرو إيموبيلي يعدل النتيجة لصالح لاتسيو ويسجل رابع أهدافه في دوري الأبطال هذا الموسم، والرابع في مشواره تقريبا مع لاتسيو في دوري الأبطال من 13 مباراة. هدف مقابل هدف في وقت كان بروسيا الأقرب لإضافة هدف ثاني. ترسل عالية، كيازا، جول فيدريكو كيازا والهدف الأول لليوفي. نعم، بالكرة الراسية الثالثة هذه المرة كانت ثابتة عن طريق فيدريكو اللي سدد في كرتين وحاول بعد تسديدتين، لكن هنا من هذه العرضية التي أتت بكرة ساندرو أتت الكرة العالية وبعدها الراسية، وبالتالي الهدف الأول في هذا اللقاء فيدريكو كيازا. وهدف ولا مستمرة، فرصة الآن تأتي والعرضية، جول 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 لرونالدو فيما يبدو. نعم، لأن لمس الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى، وبالتالي ثاني الأهداف لمصلحة اليوفي عن طريق رونالدو في وقت الحديث عن أهدافه هنا. نعم، وبالتالي في عدد من المباريات موراتا الثالث، جول لألفارو موراتا. رسميا أصبح هذا الموسم هو الأفضل تهديفيا لألفارو موراتا. نعم، برصيد 6 أهداف هنا في بطولة دوري أبطال أوروبا. وصلت إلى ألفارو موراتا السلام. موراتا حيقول معنى هذا الكلام ايش؟ امام المرمى، السلام محلاها اللون يا لنتي ومحلى شعارك. الاتحاد يتقدم عن اللاعب المحبوب
المعشوق من قبل الجماهير الاتحادية يعلن عن التقدم الآن بأول أهداف المباراة. روما ما سجلها في روما في الرياض وضعها وأعلن عن تقدم الاتحاد بأول أهداف المباراة. الانتي 1 المونديالي 1. رودريغو حمدان يا سلام، عبد الله بيلعب امام المرمى، السلام، هذا هو الليث. والشباب عمره ما كان على هامش التاريخ. الشباب يعود في الدقيقة الرابعة على بداية شوط المباراة الثاني. الحمداني يصنع وجوانكا يسجل هدف التعادل. وافرح يا البلطان بهذه العودة القوية للشباب في أحداث المباراة. يا لها من بداية. سلام يا العابد، شوف التكنيك العالي من الحمدان. لعب الكرة العرضية، جوانكا حطها في المرمى، عرضية داخل منطقة الجزاء أمام المرمى، المطالبة بركلة جزاء. اللي يتكلم عنه تكلم عن نفسه. الشباب يتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 79 من عمر المباراة. إنه الليث الشباب. سعود عرضية، يا سلام، هذا إتي لونه ذهب ولونه غضب. الإتي يرجع للمباراة سريعا عن طريق جاري رودريغيز يسجل هدف التعادل 2-2. يا هي مباراة ويا هي متعة. الجزاء ولكن حسن حويبيب وتسديده خطيره، خطره وجول في المرمى. جول مرتضى هديب اذا، وهدف اول في المباراة. هدف اول في المباراة. ولاحظ الحسرة من اول محاولة، ولفتة رياضية كبيرة جدا وممتازة من لاعبي فريق الكهرباء، وقراءة سورة الفاتحة على المرحوم اللاعب الدولي السابق ومدرب فريق الكرك الكابتن كريم سلمان رحمه الله. إذا هدف أول في المباراة في الدقيقة 23. مرتضى هديب يسجل أول أهداف المباراة. رائعة جدا، مرور جميل، يا سلام لحسين علي، يلعب كرة مهند، جول في المرمى، كرة مهند، جول للزوراء. هدف التعديل يأتي من الهداف مهند عبد الرحيم بطريقة رائعة جدا. يا سلام على حسين علي كيف مر وراوغ المدافع ولعب العرضية لمهند ورأسه الذهبية. يسجل هدف التعديل لمصلحة فريق الزوراء في الدقيقة 35 من عمر هذه المباراة. إذا يأتي هدف التعديل، عاد الزوراء ورد الزوراء. هو مهند بدأ الكرة إلى حسين، مر من أمور عيدان بشكل ممتاز. يا سلام على تمريرة إلى مهند وتسديد الآن صاروخية، جول. يا سلام على الزوراء. قراءة سورة الفاتحة على المرحوم الكابتن كريم سلمان. بالتأكيد هذه اللفتات والروح الرائعة جدا من لاعبينا لنجومهم الكرويين لمدربيهم. بالتأكيد استذكار دائم للنجوم من الحسن حويبيب. وصلت الآن الكرة وتمريرة خطيرة، جول محمد إبراهيم هداف دورينا، خامس الأهداف للاعب الوسط الهداف محمد إبراهيم. إذن في الدقيقة 42 من عمر المباراة يأتي بهدف التعديل. نجاعة هجومية واضحة للكهرباء من محاولات قليلة يسجل. وعلاء الحسن هذه المرة يظهر بصناعة الأهداف. فرحة كبيرة عند الملاك التدريبي بالنسبة لفريق الكهرباء. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا الفيديو
لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا.